السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا اليوم رجعنا بفيديو جديد نشرح عن نوعية هذا السيراميك وطريقة العمل مالته. هنا بالبداية احنا عندنا هذا المطبخ، المساحة مالته تقريبا 4 امتار ب 4 امتار. اشتغلناه هذا السيراميك اللي نوعيته هندي. هاي النوعية مالته هندي بس الامتياز مالته ايطالي، الشركة اللي مصنعته ايطالية. شركة بنهاية الفيديو راح اذكر لكم اسمها. طبعا هنا احنا اشتغلنا بهاي النقشة بهذا الشكل، مهندس الديكور اللي خصص لنا وسوى لنا الرسمه مالت المطبخ وبهاي الشكل راح نشتغلها. طبعا احنا السيراميك هذا اللي شي بيه كلش حلو، وطبعا لفت انتباهي العداله مالته 100%. هنا صورنا الجوينات مثل ما تشوفون قدامكم، عندنا الحل صاير مقابيل الحل، ما بيه عواج، 100% المضبوط. العداله مالته كلش حلوه، السيراميكا الجوده مالتها كلش قويه، يعني بيها تشوف سيراميكا اللزمه مالتها، القوه مالتها تشوفها مختلفه عن باقي السيراميك وباقي النوعيات. هنا مثل ما تشوفون قدامكم انا جاي هنا اصور بالجوينات والحلول. هذا شكل السيراميك يعني كلش حلو، كلش عجبني. بالنسبه للقوه للعداله للجوده مالتها كلش قويه، ذكرت لكم اياها اني. هنا عندنا هاي النقشه مثل ما تشوفون قدامكم، السيراميكا مالتها صافيه 100%. وشنو اللي يعرفك بالسيراميك يعني النوعيه مالتها كلش حلوه؟ من تقلب السيراميكا على الظهر مالتها تشوف الظهر مالتها ابيض، تختلف عن السيراميك الايراني. هواي اكو نوعيات بالايراني يصير الظهر مالتها احمر، والظهر مالته احمر ما راح يتماسك بالخبط. اما هاي النوعيه فبها تماسك بالخبط، وانا جربتها اثناء العمل، واني كلام اللي احكي عن تجربه. يعني اليوم هاي السيراميكا تقريبا صار 4 ايام 3 ايام نشتغل بيها، كلش ممتازه. المهم عندنا هنا النقطه الثانيه، طبعا للتنويه احنا جاي نشتغله بالخبط، جاي نخلي تقريبا عربانه ونص رمل، ونخلي كيس اسمنت، نوعيه السمنت مقاوم، جاي نشتغل بيه. يعني احنا مستمرين على الاسمنت المقاوم. المهم هنا عندنا هسه احنا جاي نشتغل بهذا المطبخ، اشتغلنا بيه تقريبا يومين. عندنا هاي الجهه، بالجهه الثانيه صاير المطبخ الحار، اصور لكم اياه ان شاء الله من جاي نشتغل بيه اثناء العمل. عندنا هذا المطبخ الحار. طبعا هذا السيراميك بالنقشه وبالسيراميكا البيضة مثل ما تشوفون قدامكم. هاي السيراميكا اللي سادة اللي ما بيها اي نقش، نوعيتين يعني مو 3 نوعيات، اكو بيه حمامات او مطابخ 3 نوعيات 4 نوعيات، فهذا جاي نوعيتين يعني عنده نقشه، وهاي النوعيه مالته الثانيه. مثل ما تشوفون قدامكم هذا الظهر مال الكاشيه، ومكتوب هنا على وضع عندكم اسم الشركه، ومكتوب على الكرتون ايضا اسم الشركه. هذه اسم الشركه اذا ردتوا تاخذون سيراميك بالمستقبل فاني انصحكم بهذه النوعيه. طبعا اذا تريدون تسالون عن سعر المتر، احنا اشتريناه 14,000 ونص المتر. اكو بيه عروض يجوز يصير 13,000، اكو بعض المكانات يعني اقل سعر او اغلى سعر، بس هذا احنا اشتريناه من المعرض اللي موجوده بمنطقتنا. السعر المتر مالتها 14,000 ونص. سيراميك يختلف عن النوعيات الايراني، اكو هواي نوعيات 7,000 8,000، اكو هندي ب9 وب10. فاحنا اختارينا هاي النوعيه لان شفنا بيها جوده قويه، فاني انصحكم اللي متمكن على هذا الشيء خليه يشتري هاي النوعيه. طبعا ملاحظه عندنا هنا اذا انت جاي تشتغل وصارت لك قصه، هنا لازم تحسب حسابك بالسيراميك. هسه مثل ما تشوفون احنا اشتغلنا هنا قصه 15 سم، هنا كملت عندنا كاشيه سقف، ما قصينا قصه وخلينا الكاشيه، لان احنا حاسبين حساباتنا من هاي الجهه ومن الجهه الثانيه بحيث تطلع عندنا سيراميك يصير عندنا جماليه فوق. لان عندنا شوف 4 سوف هنا فوق الباب، اذا صارت به قصه يصير النشاز لازم تقص 4 سيراميكات، تقص من الطول مالتهن وراح يخرب الجوين. احنا هنا حسبنا حساب اجى عندنا بالمضبوط 60 سم فوق الباب، اجت كاشيه كامله، راح يكمل سيراميك كامل للنهايه. وهذا شنو؟ يتبع خبره الخلفه وذكاء، اذا يريد يسوي جماليه للعمل مالته راح يحسب حسابات القصات مالته قبل لا يشتغل كل شيء دستر، يحسب حساباته للعمل مالته، شلون راح يخلي الجوينات، شلون راح يخلي القصات. احنا هسه هنا بنشتغل هنا قص 1 2 3 حسب القصه هنا تصير، وما عنده قصه تصير فوق، ما راح يصير عنده تصير قصه فوق، اجت عنده سيراميكا كامله. طبعا هاي للتنويه، ومع احتراماتنا يعني كل الخلفات كل من وفكرته وعمله، طبعا نحترم كل الاراء. هذا بالنسبه لي رايي، يجوز اكو راي افضل من رايي، فبعد هاي بقت يمكم، احنا بس نعطيكم فكره وتنويه وتحياتي. وهنا بالنهايه مثل ما تشوفون قدامكم اعطونا رايكم باللون مال السيراميك، بالشكل مال الترتيب مال النقشه. واتمنى منكم اذا عجبكم الفيديو سوينا لايك ومتابعه، واللي عنده اي استفسار او ملاحظه يكتب لنا بالتعليقات وتدللون. بس اهم شيء لا تنسون اللايك على الفيديو على مود يوصل لاكثر عدد من الناس. واللي عنده عمل عنده اي شيء شغل يتواصل وياي على حسابي بالانستغرام او فيسبوك،
راح اترك لكم الرابط مالت الفيسبوك بالوصف.